المتهمة بقتل الطالب تكشف عن أسباب ارتكاب هذه الجريمة، والآن إليكم التفاصيل. صرحت الفتاة القاصرة التي تبلغ من العمر 17 سنة المشتبه فيها لدى الضابطة القضائية، والتي اعترفت بفعلتها أنها تصرفت دفاعا عن النفس بعدما حاول الهالك اغتصابها والاعتداء عليها بالقوة. وصرحت كذلك خلال البحث التمهيدي معها أنها تعرف أنور وبأنه صديقها، وبأنه طلبها لتأتي لزيارته بالشقة التي يكتريها بمنطقة مسننة. وأفادت المصادر أن المشتبه فيها رضخت لطلبها حسب أقوالها ورافقته إلى الشقة. هناك حاول الاعتداء عليها، وهذا ما جعلها تطعنه بواسطة السكين الأبيض عدة طعنات على مستوى الجسم. وأضافت الفتاة في أقوالها أنها لم تكن لها النية في قتل الهالك، قد منعته من الاقتراب منها لكنه أصر على فعلته مما اضطرها للدفاع عن نفسها، ووقع آنذاك ما وقع. وبعد الانتهاء من التحقيقات سيتم تقديمها أمام أنظار النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات معها من الطرف الضابطة القضائية، وذلك بعد أن وجهت لها تهم الضرب والجرح المفضي للموت. شكرا متابعينا الكرام على حسن متابعتكم، ما دمتم بخير، وإلى اللقاء في خبر جديد إن شاء الله.